اللهم اكتب لي في كل خطوة رزقا، وفي كل خطوة سلامة، وفي كل خطوة أمانا، وفي كل خطوة سعادة. اللهم قرب لي البعيد ويسر لي العسير. صباح الخير صبايا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتوا عم تشوفوا الفيديو اليوم. اول شي خلونا نشوف الجو. الطقس اليوم الاثنين قال انه في برودة ورح ينزل مطر، فما بنعرف شو رح يصير. ما شاء الله طالع الشمس بتجنن، اللهم صل وسلم وبارك، ما شاء الله تبارك الرحمن. في نسبة برودة بس ما بنعرف شو بصير بعدين. مثل ما بتعرفوا 4 فصول بنلاقيها بيوم واحد. هلا خلينا ندخل ونشرب الشاي الأخضر وبعدين نفيق الأولاد، لأنه يوم الاثنين مثل ما بتعرفوا الساعة 9 بنروح على المدرسة، حتى أولادي كمان. أما باقي الأيام بيروحوا من الساعة 7 8 بيدخلوا على الصف، وبعدين بيكملوها لل4 أو ل3 أو أحيانا ل2 بيكون هو يوم الجمعة. وبعد ما رجعت من المدرسة طبعا كان مثل ما قلت لكم الجو كان كتير حلو، طالع الشمس، في نسبة البرودة بس إنه ماشي الحال. بس بعد ما رحنا على المدرسة على الساعة 10 فانقلبت الجو كليا على العواصف ورعد ومطر، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني تغير كل شيء. حتى ما يعني وقت رجعت من المدرسة ما طلعت الكاميرا حتى أصوركم من كتر الهواء. يعني هواء مش طبيعي بصراحة. ولآخر الليل كمان يعني صار مثل كأنه في حرب من صوت الرعد. الله وكيلكم يا الصبايا. يعني مثل ما قلت لكم انقلبت الجو كليا عنا هون برلين. ما بعرف باقي المناطق كمان هيك، ما بعرف، بس المهم عنا هون الجو اتغير. ومثل ما شايفين هون رجعت وعم بساوي هلا الششبرك. فبهذا الجو قلت مالي غير اساوي الششبرك. والششبرك مثل ما بتعرفوا اول عندي كان بالفريزر فطلعته، وكان كمان عندي اللبن. مثل ما شفتوا اول شي حطيت كيلو لبن، دفيته شوي على الغاز. طبعا أول شي حطيت بيضة، كمان حطيت معلقتين النشا، وبعدين دفيتها على الغاز مشان إذا حطيت لها مي سخنة ما تفرط عندي اللبن. وبعد ما دفيت عندي اللبن حطيت لها مي سخنة. طبعا المي انتو بتتحكموا فيه قديش بتكون قوام اللبن، بتكون تقيل بتكون مريء حسب ما انتو بدكن. وبعد ما يغلي عندي اللبن بضيف الششبرك اللي أنا مفرستها، فبطلعها وهي بتكون جمدانة. يعني ما بستنى عليها حتى كمان إنه يدوب. ومثل ما شفتوا بأول لما حطيت اللبن كان بالطنجرة الجرانيت، فبصراحة هي الطنجرة سفليتها مأحوطة يعني. فطلعتها منها لأنه صارت تطلع منها هيك شغلات أسود من الطنجرة، مو سخنة اللبن وكمان والمي. هلا لما بساوي فيها الرز ما بتطلع هيك شغلات أسود. فدغري حطيتها بهي الطنجرة. وهي الطنجرة يا صبايا كمان يعني من زمان عندي. شفت بعد ما حطيت الششبرك بقلب اللبن فشفتها انه كمان عم تتلزق بأرضيتها، فكمان دغري فضيتها هلا بهي. ومع انه هي انا بستخدمها بس للشيء يعني مقلوبة او رز هيك، يعني ما بستخدمها لشغلات انه اساوي فيها مثلا مثل ششبرك. اي والله يا صبايا هيك صار معي الحمد لله رب العالمين. هلا هنا مثل ما شايفين رح اساوي كمان كاسة بلغر جنب الششبرك. هلا هون بما انه اولادي ما بيحبوا انه البلغر كتير فحبيت اضافة هيك من عندي. كان عندي صدور الدجاج قطعتها بهذا الشكل، طبعا بعد ما غسلتها كتير منيح بالملح والخل. بعد ما هوست الشعيرية ضفت لها فوق شعيرية، كمان ضفت لها ورق غار، معلقة صغيرة من الهيل المطحون،
كمان حطيت لها معلقة صغيرة من البهارات الكاري، حطيت كمان البودرة ماجي وملح حسب الرغبة. باضيف لها هون كمان المي، بس بتغلي المي باحط لها كاسة بلغل وبغطي عليها ولبين ما تستوي عندي بتكون جهزت معي أكلتنا. صراحة كتير طلعت طيبة والولاد كمان حبوها، وكمان قالوا لي إنه إذا ساويتي لنا كمان مرة تانية اعملينا بهي الطريقة، لإنه هي الطريقة حبوها. وكمان بالعادة هنن ما بياكلوا بلغل كتير، يعني قليل لمّا باساوي بلغل، بس لمّا حبوها بهي الطريقة قلت كل فترة وفترة بدي أساوي لهم هيك على هي الطريقة، لإنّن هن بيحبّوا الرز أكتر من البلغور. وبالفعل صبايا يعني طلعت كتير طيبة، وبانصحكم إنكم كمان تجربوها. وهيك جهزت معنا سفرتنا، والحمد لله رب العالمين، والله يديمها علينا وعليكم هاي النعمة. ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت كتير طيبة. وكمان مثل ما قلت لكم الأولاد كتير كتير حبوا لما ساويت لهم بالغر بهاي الطريقة. حبيت هيك كمان أدوقها معاكم حتى كمان انتوا تشوفوا قوام اللبن. ما شاء الله تبارك الرحمن. الطعم طلع كتير طيب. هلأ بالنسبة للبن يا صبايا فيكم تتحكموا بالقوام تبعه، فيكم تكتروا مي، تنقصوا مي، فيكم ما تحطوا مي، يلّي بدكن إياه. القوام اللبن أنتم بتتحكموا فيه، وأنا يعني بالعادة لا باحب كتير مريء ولا باحب كتير سميك، يعني الوسط. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن البلغل بصراحة كتير طيب، وأنا بالعادة أنا باحب البلغل، بس بما إنه الولاد ما بيحبوا البلغل فما بطبخ كتير بلغل، بس بما إنه حبوها بهي الطريقة فإن شاء الله رح أطبخها بهي الطريقة، لإنه متل ما قلت لكم طلعت كتير طيبة كمان. وبنصح الصبايا كمان هيك يجربوها بهي الطريقة ويعطوني رأيهم. طبعًا كالعادة لازم أساوي كاسة شاي، لإنه إذا بصراحة إذا ما شربت شاي باحس إنه نهاري معكّر، إنه في شي ناقصني. سبحان الله، يعني كل واحد متعوّد على شغلة، على إنه شي متعودين على قهوة، وشي متعودين على الشاي، وشي متعودين على متّى، يعني حسب. بس أنا بعد الأكل، يعني بعد ما نتغدى لازم نساوي إبريق شاي ونشربها. طبعًا بعد هون ما خلّصت الجَلي ونضّفت المطبخ، باساوي إبريق شاي إلي ولجوزي. طبعًا عندي ولاد ما بيشربوه، الحمد لله رب العالمين ما متعودين على هاي العادة، وما باحب كمان أعوّدهم. طبعًا بعد ما شربنا شاي وكان يعني متل ما بتعرفوا النهار طويل، فبعدين بالسهرة قمت ساويت كمان فنجان قهوة. وهيك آخر الفيديو حبيت كمان أشارك معاكم فنجان قهوتي. هلّأ بالنسبة لإلي القهوة العربية يعني بنشربها فنجان واحد بالنهار، أو أحيانًا ما بنشربها، بنشرب أكتر شي القهوة الألمانية مع الحليب. بصراحة لإنه صحية أكتر من هاي، متل ما بتعرفوا القهوة العربية هيك شوي مضرة الكلى، فمنها شي منخفف كتير من القهوة العربية. يعني نهار نهارين إذا ما ساوينا، تالت نهار إلا ما نساوي فنجان بآخر السهرة باشربها هيك مع جوزي، وبكون أنا هيك عم باحضّر فيديو لإلكن، فباحط هذا الفنجان وباضل باشتغل باساوي يعني الmontage لبين ما أخلّص الفيديو تبعتي. وأحيانًا باقوم الصبح بكير لمّا هو بيروح على الشغل، باحضّر كمان فنجان لإلي، وباساوي الmontage قبل ما يفيقوا الولاد.
وبالنسبة للصبية اللي سألتني عن الكفالة بالنسبة للخلاط اللي احترى عندي، بصراحة كان له كفالة لمدة 3 سنين، وأنا هون مشتريته طبعًا صار لي 5 سنين، يعني ما باستفيد من هذا الكفالة، يعني بعد ما خلص مدته احترق عندي. الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد شو بده يساوي يا صبايا، بتصير بكل البيوت مو بس عندي، فمتل ما قُلت لكم يعني كان هيك نهارين شوي يعني انزعجت فيه بصراحة، بس الحمد لله رب العالمين، يعني هيك ومو شي تاني. وأكيد وصلنا مع بعض مع نهاية الفيديو، وباتمنى الفيديو تنال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، ربي يجبر بخاطركم، وتضلوا بخير يا صبايا وسلامات، وانتظروني بفيديو جديد، روتين جديد وفلوقات جديدة.